السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده انا جايه لكم بوصفه جميله قوي وهي كشك الرز. وصفه هتعجبكم وخفيفه وسهله ومش تاخد منك وقت. كملي كده معايا الفيديو للاخر عشان تقولي لي رايك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك، ولو اول مره تشوفي قناتي فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا نبدا وصفتنا. كده هنكون مجهزين معايا معلقتين من الرز، هنكون غسلينهم وهنحطهم في الحله وانزل عليهم بكوبايه ونص من الميه وارفعهم على النار لغايه ما الرز يستوي معايا كويس. هكون بقى محضره معايا 4 معالق كبار من الدقيق، عليهم كوبايه من اللبن، وكمان عليهم كوبايه من الزبادي، وابدا ادوبهم يعني اخلطهم كويس قوي بحيث ان الدقيق ما يبقاش معايا مكلكع نهائي. خلاص كده الرز معايا وصل للسوا. خلاص انزل بقى ب4 كوبايات من الشوربه. تمام، عندك اي شوربه انت عاملاها، شوربه لحمه، شوربه فراخ. وبعد كده هنزل بكوبايه من اللبن وابدا اقلبه كويس جدا. والخليط اللي احنا عملناه مع بعض هننزل بيه على الشوربه او على الكشك بتاعي، وابدا اقلب كويس جدا بحيث ان الدقيق بتاعي ما يكلكعش نهائي. وبعدين كمان هنزل بمرقه دجاج، واحده من مرقه الدجاج دي بتعلي من تست الطعم برضو. هكون بقى محضره معايا بصلتين مقطعاهم كده زي ما انتم ما شايفين، وابدا في شويه زيت احمرهم، وببدا احمرهم كويس قوي. وقبل ما يخشوا معايا في اللون الاصفر هكون انا ايدي طبعا بتقلب كويس جدا في الكشك بحيث ان الكشك بتاعي ما يلزقش خالص او الرز بتاعي ما يلزقش. يعني ايدي ما توقفش خالص عن ان انا اقلب الكشك. خلاص كده بدأ البصل بتاعي يخش في اللون. انا مش عايزاه يخش في اللون الغامق، انا عايزاه لسه اصفر عشان انا هاخد نصه اهو كده وصل معايا للون اللي انا عايزاه. هبدأ اخد نص البصل واحطه على الكشك، وما تدخليهوش في اللون قوي عشان ما يغيرش معاكي من لون الكشك ويخليه لونه ابيض وحلو. ابدأ اقلب كده تمام لغاية ما يبدأ معايا يوصل للقوام اللي انا عايزاه. هو ولا عايزاه خفيف ولا عايزاه تقيل، انا عايزاه يكون قوام وسط. هبدأ اقلب فيه على طول، ايديا في التقليب ما توقفش عشان ما يلزقش نهائي. خلاص كده وصل معايا للقوام اللي انا عايزاه اهو. وابدأ بقى احطه بقى في الاطباق بتاعتي اهو. بصوا قوامه حلو جدا بجد، حاجه كده تحفه وطعمها جميل. نص البصل اللي احنا حمرناه مع بعض ابدا بقى احطه على وش الكشك ونقدمه بقى مع بتنجان مخلل، بيبقى طعمه تحفه معاه. وكمان كنت عملت شوربه لسان عصفور قدمتها معاه. وكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم وصفه تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.